6 صحاب بيأجروا مشعوذ لتحضير الأرواح أونلاين، ومن مجرد مكالمة جماعية لكابوس عاشوه كلهم. قصتنا النهاردة عن مجموعة صحاب مش عارفين يتقابلوا بسبب وباء كورونا اللي انتشر في الفترة دي جدا. فقررت هالي إنها تتجمع مع صاحبتها على تطبيق زوم، وعملت مكالمة جماعية ليهم كلهم مع بعض. وأول ما فتحت التطبيق باب المخزن اتفتح لوحده. خافت وراحت تشوف في إيه، لقيت صوت جاي من الشباك. بتفتح الشباك لقيت صاحبتها جينا، قالت لها كويس ده انتي وحشاني، يلا افتحي هنتكلم على زوم، انا قاعدة علشان اجمعكم كلكم ونحكي شوية. فتحت جينا اللينك من على الفون واللابتوب. هالي قالت لها خرجي من مكالمة منهم كده هتعملي دوشة على الفاضي. وفجأة جينا شكلها اتغير وصورتها وقفت. هالي اتخضت من الموقف، بس طلعت جينا بتشتغلهم وضحكوا كلهم وفضلوا يحكوا كأنهم أول مرة يحكوا مع بعض، لحد ما باقي الشلة تيجي. ودخلت جوليا المكالمة. لما شافوها فضلوا يضحكوا ويتريقوا عليها علشان كانت عاملة ماسك غريب على وشها. دخل والدها لقاهم بيتريقوا عليها، سلم عليهم وفضل يحكي معاهم بصراحة دمه خفيف قوي. وبعدين استأذنهم ومشي. وفضلت بنته تشتكي منه إنه بينسى كتير، وإنها بتفضل تلف وراه في البيت كله علشان تفكره بكل حاجة. وفجأة حبيب روز فضل عامل دوشة في المطبخ. البنات كلهم اتخضوا وكانوا هيقفلوا، ويا ريتهم قفلوا، لكن روز قالت لهم سيبكم منه، هو داخل ينام خلاص وهنحكي براحتنا. إيما فضلت تجرب لهم الفلاتر اللي على البرنامج علشان تخوفهم، بس هم فضلوا يضحكوا. وبعدين فضلوا ينموا على تيدي صاحبهم وعن حبيبته، لحد ما جالهم إشعار إن تيدي صاحبهم عاوز ينضم للمكالمة. دخلوه في المكالمة وكان قاعد على حمام السباحة هو وحبيبته، ودخل جوه علشان إشارة النت ضعيفة برا، وفرجهم على بيته كله. وفجأة وراهم صندوق كان بيشغل موسيقى غريبة وفيه زي عروسة بتلف. لما شافوه استغربوا شكله، وفضل تيدي يعمل أشكال بدخان السجاير من ورا الصندوق علشان يخوفهم. وهم فضلوا يحكوا عن اللي بيحصل في حياتهم الفترة دي، لأنهم مش بيتقابلوا بسبب انتشار مرض كورونا، واتبسطوا قوي إنهم مع بعض. وهالي أخدت لهم صورة جماعية على البرنامج علشان تكون ذكرى ليهم. وفجأة وهم بيحكوا دخلت المكالمة ست عجوزة شكلها غريب شوية، وقالت لهم اسمها سيلينا وإنها عرافة. كلهم استغربوا الوضع في الأول، بس لحظات واندمجوا معاها وفضلوا يحكوا. سيلينا قالت لهم إنها بتحضر أرواح وممكن تحضر لهم روح دلوقتي. جينا قالت لها إنها عاوزة تحضر روح أجدادها الصينيين، بس العرافة ردت عليها وقالت لها أنا معرفش لغتهم علشان كده معرفش أحضرهم. بس جينا أوحت معاها وقالت لها إن الأرواح بتقدر تتعرف على لغة بعض. سيلينا قالت لهم طب يلا بينا نحضر أرواح دلوقتي، كل واحد يجيب شمعة وركز معايا علشان لما الأرواح هتحضر هتحسوا بيها وهتسمعوها وممكن كمان تلمسكم. واستعدوا وولعوا الشموع وغمضوا عينيهم. وفجأة في حد لمس كتف تيدي، اتخض وفتح عينيه لقاها حبيبته. كلهم خافوا بس اتضايقوا لأنها فصلتهم وبوظت الجلسة. وخرجوا تيدي من المكالمة، وفضلت العرافة تزعق لأنه كده ضيع مجهودها وتعبها على الفاضي، بس كلهم اعتذروا لها وطلبوا منها تكمل. وفجأة حد لمس كتف هالي، قالت لهم في حد لمسني، بس كلهم كدبوها. جينا قالت لهم ان روح صاحبها الصيني اللي مات حضرت، وفضلت تحكي معاها قدامهم بس كانت بتحكي وهي خايفة. والعرافة هي كمان سمعت صوت، قامت علشان تشوف في ايه، وبدأ الخوف يسيطر عليهم كلهم لحد ما العرافة رجعت تاني للمكالمة وطمنتهم ان صوت عادي ومفيش حاجة تخوف. بس فجأة بيظهر وراها شبح اسود، كلهم شافوه وخافوا، بس العرافة المكالمة فصلت عندها واختفت. وبكده كلهم فهموا ان في حاجة مش كويسة بتحصل. وفي الوقت اللي كلهم مرعوبين جينا فضلت تضحك وقالت لهم انها كانت بتشتغلهم وكانت بتحكي مع نفسها علشان تخوفهم، وما كانش في روح صاحبها ولا حاجة. كلهم اتضايقوا اكتر، وهالي قالت لهم تعالوا نرتاح شوية وكل اللي عاوز يعمل حاجة يعملها ونرجع نكمل المكالمة. بعد ما رجعوا كل واحدة فيهم قالت انها سمعت اصوات غريبة وحست ان في حد معاها. كلهم كان باين عليهم الخوف والقلق، وقرروا كلهم يعلوا أصوات المكالمة علشان يسمعوا الأصوات اللي بتهمس حواليهم. وفجأة هالي اتسحبت لورا بالكرسي وفضلت تصرخ، وكلهم خافوا أكتر، بس رجعت تاني لمكانها على طول وحاولت تتصل بسيلينا علشان تعرف ايه اللي بيحصل لهم ده، وهل تيدي هو السبب ولا ده سبب انه ما احترمش الارواح اللي حضرت وان ده انتقام منهم. هالي قالت لهم انها سمع اصوات وحاسه ان في حد معاها، بس ما حد صدقها. هالي قالت لهم طب انا هثبت لكم اني مش بكذب، وبالكاميرا بتاعتها وصورته وورته لهم زي شبح لونه اسود. لما شافوه اتاكدوا من كلام هالي
أما إيما فحوض السمك اللي جنبها اتكسر فجأة ومن غير سبب، وهنا عرفوا إنهم في خطر بجد، وفضلوا يعيطوا وفضل النور يولع ويطفي وكأن الأرواح بتعرفهم إنها لسه موجودة، وحاولوا يمسكوا نفسهم وما يخافوش أكتر، وقرروا إنهم يعملوا جلسة طرد أرواح لأنهم حضروهم ولازم يمشوهم. وفعلا بدأت الأصوات تختفي من حواليهم وخلاص ما بقوش خايفين. وروز قالت لهم إنها تقوم تشوف حبيبها، خلاص بقى محدش يخاف. دخلت الأوضة ملقيتوش بس لقت موبايله وافتكرته في الحمام ورجعت لهم. وإيما بقى حبت تضحكهم وجربت لهم الفلاتر تاني، بس المرة دي أشكال مضحكة علشان تخرجهم من المود المرعب ويفكوا شوية. روز كانت قلقانة علشان حبيبها وحاسة إن في حاجة غريبة. إيما بصت في الأوضة لقيت فلتر من اللي كانت بتجربهم متعلق في وسط الأوضة، وكأن حد لابسه، خافت جدا وخصوصا لما اتحرك ناحيتها، واستغلت الفرصة إنه بعد عنها وجريت وجابت دقيق من المطبخ وضرب في المطبخ تقفل وتفتح لوحدها. رشت الدقيق على الأرض علشان تشوفه وهو بيجري وراها، وكانت أثار رجليه في كل مكان بتروحه وكل حاجة بتقع على الأرض، وفضلت تعيط. روز بتهديها وتقول لها ما تعيطيش وحاولي تمسكي نفسك شوية. وفجأة حبيبها بيقع من السقف وبينزل ميت، وفي حد فضل يضرب فيها ويعذبها وهي تترجى يسيبها، وأصحابها شايفين كل ده ومش قادرين يعملوا لها حاجة. هالي قررت تتصل بالعرافة علشان يصرفوا الشبح ده، وفجأة حد سحبها برا الأوضة والباب اتقفل عليها وكلهم بيعيطوا. جينا قامت بسرعة تروح لهالي لأن بيتها قريب منها، وفجأة تيدي رجع للمكالمة وفضلت إيما تزعقله علشان يخرج والروح ما تموتوش، بس هو ما كانش فاهم حاجة من إيما وعمال يسألها مالها، وقال لها اهدي واحكيلي في ايه. وفجأة النور اتطفى عند تيدي وقام يدور على ولعته علشان يشوف ايه اللي حصل، وبيظهر لهم الشبح هو وإيما في نفس الوقت وجريوا علشان يهربوا منه. تيدي لقي حبيبته طارت لفوق ووقعت ميتة في حمام السباحة، واخيرا لقي ولعته وقدر يولع علشان يعرف يهرب، والنور رجع. ورجعت إيما علشان تشوف تيدي حصل معاه ايه، بس للأسف تيدي ميت على الأرض. إيما شافته انهارت وقررت إنها لازم تهرب منه، ومسكت غطا ورمته عند الباب علشان تشوف الروح لسه موجودة ولا لأ. ولسوء حظها الغطا خبط فيه وجري وراها ورماها من الشباك، نزلت ميتة. أما جينا فوصلت لبيت هالي علشان تشوفها ماتت ولا إيه حصل لها هي كمان. بس فجأة الحيطة بتقع على جينا ووقعت على الأرض، وفضل يرمي عليها حاجات بس جينا قدرت تهرب منه، وراحت جري تدور على هالي اللي كانت مستخبية تحت الترابيزة، لكنه برضه قدر يوصل لجينا وقتلها. أما هالي فتحت كاميرتها وشغلت الفلاش علشان تشوفه وتعرف تهرب منه، وصورته كذا صورة قبل ما يموتها، وبكده خلص عليهم كلهم. وراح قفل المكالمة اللي كانت السبب في حضور روحه لعالمهم وكانوا السبب في إزعاج روحه.